السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الأهلي نادي القرن في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم. مليون مبروك للنادي الأهلي بعد الفوز الكبير على سموحة بهدفين مقابل لا شيء، للنجم محمد مجدي قفشة بضربة رأسية قوية، والنجم إمام عاشور بانفراد رائع وترويغة رائعة، والهدف الثاني هدف أكثر من روعة. النهاردة إمام عاشور من أفضل مبارياته مع النادي الأهلي. إمام عاشور النهاردة وسر الاحتفال الكبير قوي بالبالونة البيضة للنجم إمام عاشور. إمام عاشور قدم مباراة أكتر من روعة النهاردة مع النادي الأهلي. محمد مجدي قفشة ما شاء الله عليك، هدف ولا أكثر من روعة. النهاردة النادي الأهلي بيصالح جماهيره بعد الفوز على سموحة ليعتلي صدارة الدوري المصري. دايما كالمعتاد ان النادي الاهلي دايما بعد اي هزيمة بيصالح جماهيره على طول، ما يفضلش على طول النادي الاهلي نايم في الخط زي بقية الاندية التانية. الماتش اللي فات طبعا النادي الاهلي الجماهير كانت زعلانة جدا، ولكن النهاردة النادي الاهلي بيصالح الجمهور وبيصالح كل الجماهير في العالم وفي الوطن العربي بالفوز النهاردة على سموحة، وإن النادي الأهلي النهاردة يعتلي صدارة الدوري المصري. طبعا بنقول مبروك للنادي الأهلي. النهاردة حسين الشحات عمل مباراة كبيرة جدا، وكل اللعيبة صراحة رجالة، وسام أبو علي، والرفعة المحترمة جدا والحلوة جدا جدا من كريم الدبيس. بنقول النادي الأهلي طبعا احنا وراك على طول، احنا الجماهير دايما بتساندك في كل وقت على الحلوة وعلى المر. النادي الأهلي يا جماعة نادي ما بيعرفش الهزيمة. أي فرقة في العالم بتتهزم، الفرق الكبيرة زي برشلونة زي ريال مدريد زي ليفربول. النادي الأهلي دايما برضو بيقوم بسرعة، ما بيهبطش على طول. لو اتهزم ماتش بيقوم على طول الماتش اللي بعد منه. دايما النادي الأهلي بيصالح جماهيره بسرعة. احنا صراحة ما بنلحقش نزعل من النادي الأهلي. النادي الأهلي مش أي فرقة. النادي الأهلي طبعا معروف ان هو بطل أفريقيا. النهاردة بيعتلي صدارة الدوري المصري، وبيعود كالعادة وكالمعتاد ان النادي الأهلي هو حامل اللقب وحامل الدوري المصري. سر احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضاء، احنا بنقول لإمام عاشور يا رب ويا ريت يا إمام يا عاشور، انت نجم كبير قوي، انت لو تركز في الملعب هتدي اكتر من كده. النهاردة انت عملت مباراة اكبر واكثر من روعة، من افضل مباريات إمام عاشور مع النادي الاهلي كانت النهاردة. وبنقول لإمام عاشور لو تركز في الملعب هتدي اكتر من كده، لان انت نجم كبير وعندك موهبة كبيرة جدا وموهبة عالية جدا، وبتبدع في المطوشة بتاعتك والمباريات بتاعتك مع النادي الاهلي. فانت لو ركزت في الملعب هتدي اكتر من كده، وهتبقى اكتر من كده لعب ان شاء الله، وتبقى يعني نجم كبير جدا دايما. وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله مع النادي الاهلي، بس احنا عايزينك تركز في الملعب. سر الاحتفال بالبالونة البيضاء، طبعا جماهير النادي الزمالك كلها زعلانة، تقول لك ده جايب بالونة بيضاء من الشراب ونفخة واحتفال وده طبعا استهزاء باللون الابيض. كلام كتير بيتقال على السوشيال ميديا بخصوص البالونة البيضاء. بنقول للكابتن امام عاشور ركز في الملعب يا كابتن، ركز في الملعب علشان انت نجم كبير، وتحافظ على مستواك وتحافظ على نجوميتك وتحافظ على اخلاقك، لان النادي الاهلي دايما ما بيحبش الهزار. النادي الاهلي عايز نجومية على طول. انت لو ركزت في الملعب هتبقى نجم كبير جدا جدا، وهتبقى هتبدع اكتر من كده. بنقول مبروك طبعا للنادي الاهلي مرة تانية للفوز على سموحة
بهدفين للنجم محمد مجدي قفشة والنجم الكبير إمام عاشور. وبنقول للنادي الأهلي مبروك لصدارة الدوري كالمعتاد، حامل اللقب. مليون مبروك يا أهلي.